رجال الصبر مخنوق، انا عايزينها تمشي من هنا. انت بتوصل صوتك لمين يا احمد؟ انا بوصل صوت الرئيس الجمهوريه. فين روح القانون؟ فين ربنا؟ وفين المسؤولين يحلوا لنا المشكله دي؟ احنا هنروح في داهيه كده ما عادش. هي عايزه توصل لايه من اللي بتعمله ده كله؟ مش عارف كل شويه تزود 5 مليون 7 مليون. في بند في العقد انه ينص على الفسخ هيفسد. انا لو اعرف ان العقد ده موجود مش شاري اساسا. استكمالا للحديث مع الاهالي المتضررين، معانا الباشمهندس محمد الشرقاوي هيكمل لنا الحديث وهينقل لنا المعاناه لحضراتكم. ايه اللي حصل معاك يا باشمهندس؟ اللي حصل ان احنا اشترينا يعني قطعه ارض، انا وسبعه معايا. القطعه دي عباره عن 60 فدان. تمام. من الحاج حسين السنوسي. تمام. من كفر الدوار. سالنا على ورق الارض الاساسي، لقينا معاه عقد ابتدائي من احمد سمير حامد الضفراوي من اكتوبر، من 6 اكتوبر. تمام. سالنا احنا كده العقد ده ابتدائي، احنا عاوزين عقد نهائي. قال ان نظام البيع والشراء، ولما وصلنا للراجل ان هو مديله تعاقد عقد ابتدائي، مديله عقد ابتدائي يبيع بيه، لان المساحه كانت كبيره ما يقال 107 فدان. تمام. لما جينا اشترينا على هو ده الواقع، ان الراجل شاري منه وبدا يجزأ يعني، فدخلنا اشترينا. ايه اللي وصل الاحداث لكده؟ ان احنا سمعنا من ناس ثانيه. انا عايز المس من حضرتك المشكله بطريقه مفصله. ايه اللي وصلنا للموضوع ده؟ وصلنا كده ازاي؟ بعد ما اشترينا ودفعنا الفلوس فوجئنا ان في مشاكل بين البائع والشاري، اللي هو الحاج احمد سمير الضفراوي والحاج حسين السنوسي. تمام. اتدخلنا كمشتريين بحكم ان احنا قريبين في شغلي من الحاج احمد. تمام. اتدخلت ولمست القصه من اولها، فلقيت ان في فلوس متاخره معتها جاي على الحاج حسين، ما ورطهاش للحاج احمد لمشاكل بينهم وبين بعض. بدانا نعله، طيب احنا دلوقتي يا عم الحاج احمد اكمل مع الحاج حسين ولا اجيب فلوسي واتعاقد معاك؟ قال لا، ما ينفعش اتعاقد معاك. عقد مباشر منه. تديني عقد مباشر. قال لا، انا اتعاقدت مع حسين، ما اقدرش الغي التعاقد، ما ينفعش الغي عشان ما يبقاش بقى لطرفين. بالظبط كده. طيب نكمل ولا ما نكملش؟ قال لا، كملوا مع حسين. تمام. بدانا نكمل مع حسين، الاضطرابات بينهم وبين بعض تزداد، وبعدين احنا نتدخل تبدا الامور تهدى. لما يبقى في اضطراب يقول لا ما توردلوش فلوس، طب نجيب لك انت فلوس؟ يقول لا. طب انت لما هو ما تاخدش منه فلوس هيكمل البيعه ازاي؟ يقول انا مش عايزها تكمل. نتدخل والامور تهدى، انا والحاج علي العسكري راجل محترم، وكان معانا محامي كان بتاع الحاج احمد اسمه الصبري عوض من كفر الدوار. تمام. نبدا الامور تتدخل. المهم حضر معانا الحاج احمد زهران جوز بنت الحاج احمد، وقدرنا تاخير الفلوس دي، قدرناه حكموا علينا ب 2 مليون. هم ال 3 مليون الاولانيين حكموا علينا ب 2 مليون. لا ما لهمش ليه، ما كانش لسه جبت 3 مليون الاولانيين. تمام. فقلنا للحاج احمد طبعا عشان خاطرنا، طب احنا بنحله بين البائع والمشتري، احنا ما فيش علاقه بين الفلاحين خالص. الفلاحين اللي انتم مشترين. أيوة. اصلا من حسين. ايوه احنا ما فيش علاقه، فبنحل بينهم. فجربنا الامور ان نجيب تعويض على حسين 1,400,000